السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض حلويات بسيطة جدا وسهلة واقتصادية جدا في نفس الوقت. مش هتكلفك حاجات كتير. احنا بلفة جلاش ونص كيلو من الكنافة. هنعمل مع بعض تحلية جميلة جدا وسهلة جدا. يلا بينا نشوفوا هنعملها ازاي. احنا هنا معانا نص كيلو من الكنافة، حطيناه في الفريزر وبعد كده فرمناه زي ما انت شايفة كده، ورشيت عليه حوالي معلقتين كبار من السكر البودرة وقلبتهم كويس قوي. وبعد كده سيحت شوية من السمنة او الزبدة، شوفي انت عايزة تحطي ايه. سيحتها وبعد كده ابتديت ان انا احطها على الكنافة واقلبها كويس قوي عشان تشرب معايا السمنة، لان انا طبعا لا هعمل لها كاستر ولا هعمل لها حاجة خالص. زي ما انتي شايفة كده بضغط على الكنافة كويس قوي، وبحط لها برضو سمنة تاني على الوش. وبعد كده ببتدي ان انا اكون مدخلاها الفرن. بولع لها الفرن ومش بولع لها الشواية غير لما بحس ان هي تكون استوت. بعد كده هنبدأ نعمل الشربات بتاع الكنافة. انا حطيت كوباية ونص من السكر وكوباية وربع من المية، وطبعا سبتهم يغلوا على النار. وبعد كده بحط لها نص ليمونة وبعد كده بطفي عليه. وكان عندي نفس المقدار من الشربات ده كان للبقلاوة. هناخد بقى لفة الجلاش بتاعتنا، فكناها زي ما انت شايفة كده، والحشوة بتاعتنا عبارة عن دقيق البسبوسة. احنا حاطين حوالي كوباية صغيرة من دقيق البسبوسة، وحطيت عليه حوالي معلقتين كبار من السكر البودرة ومعلقتين كبار جوز هند. في طاسة على النار حطيت معلقتين سمنة، وهبتدي ان انا احمر دي البسبوسة بالجوز الهند بحبة السكر. وبعد كده بركنهم على جنب يبردوا، وبفرد معايا الجلاش. فرقت ورقة زي ما انت شايفة كده ودهنتها من السمنة، وهبتدي احط الحشوة اللي احنا عملناها دي، اللي هي دي السميد على الجوز الهند على شوية السكر. وبعد كده بحطها زي ما انت شايفة كده، وبعمل لها ظرف علشان الشكل الجلاش بتاعي يبقى على شكل الظرف زي ما انت شايفة كده. بحط شوية وبعد كده بتني الحرف وبتنيه كمان مرة لغاية ما يبقى مثلث معايا، وبرصه في الصينية بعد ما اكون دهنتها. هنعمل مع بعض شكل تاني. برضو جبت الورقة ودهنتها برضو من السمنة وحطيت معاها شوية وابتديت ألفها كده صوابع. بعد كده نعمل شكل كمان. طبعا الجلاش ده تقدري تعملي منه اشكال كتيرة. دي يعني ابسط اشكال انا حبيت اوريها لك عشان تبقى سهلة عليكي. انا هنا فردت الورقة بالعرض وحطيت فيها الحشوة، وبعد كده باي حاجة عندك بقى، عصاية اي حاجة كده، هتبتدي ان انتي تلفيها وتكشكشي معاكي الجلاش بالمنظر ده. وبعد كده بتطلعيها وتقسميها نصين علشان شكل الصوبة يبقى مكشكش بالطريقة الجميلة دي، وبحطها برضو في الصينية معي. بعد كده هنعمل شكل تاني. برضو هناخد ورقة الجلاش وبرضو حطينا فيها نفس الحشوة وكشكشناها كده وعملناها شكل الكحكة كده دايرة، وبرضو حطيناها في قلب الصينية. يعني عملنا شوية أشكال بسيطة جدا علشان تبقى سهلة عليكي. جبت ورقة الجلاش وبرضو دهنتها من السمنة وتنيت أول الحرف بتاعها، وجبت العصاية بتاعتي دي وابتديت ان انا الفها عليها كده زي ما انت شايفة، بس المرة دي بدون كشكشة. طلعت منها العصاية وضغطت عليها كده وابتديت ان انا الفها رول صغير واحطها بقى في الصينية دي. برضو شكل تاني معايا. وهعمل برضو بقية ورقة الجلاش برضو صوابع صغيرة كده زي ما انت شايفة، وهبتدي كده ارصها في الصينيه. طبعا انت لو عندك لسه اشكال تاني في دماغك تقدري ان انت تعمليها. بكده احنا خلصنا اشكالنا. سيحنا بقى السمنه وابتدينا ان احنا نحط على وش الجلاش معانا البقلاوه بتاعتنا، وبكون مشغله طبعا الفرن والشوايه علشان ادخلها الفرن هي والكنافه. بتطلع بقى طبعا معايا طبعا وهي سخنة، بسقيها الشربات بتاعها وهتسمعي صوت الشربات تعرفي ان الكنافة بتاعتك كويسة جدا وناجحة، لانها بتشرب الشربات وهي سخنة. يعني الشربات بتاعنا بارد والكنافة سخنة، والبقلاوة هنا طالعة معانا سخنة والشربات طبعا بارد. فانتي طبعا سامعة الصوت بتاع الشربات نازل، يبقى الحاجة بتاعتك بتتشرب، يبقى الحاجة بتاعتك ناجحة.
وبعد كده باستنى عليها لمّا بتبرد، وبعد كده بابتدي إن أنا أرصها في الأطباق، وده بيكون شكل الحلو البسيط بتاعنا، سهل جدًا وسريع وحاجة جميلة كده للولاد بقلاوة جميلة، وإن شاء الله الفيديو يعجبِك، وما تنسيش لو عجبِك الفيديو متنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلِك فيديوهاتي، ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكتر عدد من الناس يستفادوا منه، إن شاء الله أقابلكم في فيديوهات تانية.